كان ليك تعقيبين قبل البيان. اتفضل. اولا التعقيب الاول ان التقرير افاد واصاب. انا بحيي جدا الدكتور عماد انه كاتب تقرير بالشكل ده، لانه اتكلم على الاحترافيه اللي بيديرها النادي الاهلي، احترافيه اتخاذ القرار، احترافيه ان جوزيه قبل كده ترك النادي الاهلي وجه حسام البدري مسك مدير فني، ولكن عشان اعتقد عشان مصري وغير محبب بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، نرى ما نراه في الوقت الحالي على شاشات التلفزيون من بعض الاشخاص او من بعض الجماهير ان حسام ترك النادي الاهلي. النقطه الثانيه، انا مش عارف، في مصر عندنا البلد الوحيده في العالم اللي اي لعيب يروح يجيب جول يروح يبوس المدرب. انا مش فاهم ليه يعني، وفي انا ما شفتهاش بره كتير. عمري ما شفت روني راح بس سير اليكس فيرجسون مثلا في شفايفه او في خدوده علشان جاب جون في فرقه الارسنال. عندنا في مصر ظاهره غريبه جدا جدا جدا. عندنا عاطفه زياده شويه، العاطفه زياده شويه عندنا. لا، وممكن يكون لعيب متضايق من مدرب مشي مكان ميعاده على دكه البدلاء، فلما مشي المدرب راح يبوس المدرب الثاني، مش حب في المدرب ولكن هو كيف المدرب اللي مشي. حاجات بتحصل عندنا ملهاش اي علاقه بموضوع كره القدم. نعم. اتفضل يا فندم بقى. البيان. كابتن حسام البدري بيصدر بيان، وهذا هو نص البيان كما ورد في المواقع. لم أكن أنوي الرد يوما على كل ما صدر عني أو ضدي بما فيه لجنة الكرة والذي وصف رحيلي بتصرف غير مسؤول، ولكني عندما وجدت المزيد من الآراء والمقالات التي تهدف إلى تشويه صورتي ووصفي بصفات لا أقبلها ولا تنطبق علي بتاتا لما هو معروف عني من التزام وتحمل المسؤولية وحبي الشديد للنادي الأهلي وجماهيره، هو الأمر الذي دفعني إلى ضرورة توضيح الحقائق التي سبقت رحيلي، وهي أنني تلقيت عرض من فريق دولة خليجية بعد بطولة كأس العالم للأندية، وتعلم إدارة النادي بذلك، ورفضت هذا العرض المغري لرغبتي في الاستمرار مع الفريق وتحقيق المزيد من البطولات وتعديل هيكل الفريق بما يتناسب مع طموحات النادي الأهلي وجماهيره، وفضلت مصلحة النادي على مصلحتي الشخصية. ثم تلقيت عرض آخر من أهلي طرابلس ورغبتهم في بداية عملي معهم منذ شهر مارس، ولكني أكدت لهم عدم إمكانية ذلك، وطلبت تأجيل العرض لفترة لاحقة نظرا لارتباط الفريق بداية المشوار الأفريقي ورغبتي في ضمان تأهل الفريق إلى دوري المجموعات وللمرة الثانية، ووضعت مصلحة النادي قبل مصلحتي الشخصية، وحرصت أن تكون قراراتي قرارات مسؤولة تتماشى مع حب للنادي وجماهيره، ولكن بعد أن أيقنت أن الدعم المطلوب للفريق من لاعبين لا يتم بصورة فعالة تتماشى مع طموحات الفريق مقارنة بما كان يتم من قبل في فترات كنت أتولى فيها منصب مدير الكرة والمدرب العام، وكنت أرى سرعة التنفيذ لرغبات المدرب، بالإضافة إلى أنني لم أطلب يوما تعديل مرتبي أو مكافآت إضافية كما كان يتم من قبل، ولم أساوم أبدا علما بأني كنت أتقاضى راتب أقل من مدرب الأحمال الأجنبي وأنا أشغل منصبين، ولم أعترض يوما ولم أطلب المزيد ولم يقم أحد بتقديري بالشكل اللائق، ولكنني كنت أعمل حبا للنادي الأهلي وجماهيره، وتاريخي مع النادي يشهد كم كنت أنا إنسانا مسؤولا. لذلك رأيت أن هناك صعوبات في تحقيق ما أريده للنادي، فاجتمعت بالكابتن حسن حمدي قبل مباراة البنزرتي الأولى وأخبرته بمعظم هذه الأمور وعدم ارتياحي ورغبتي في الرحيل، واتفقنا على تأجيل الموضوع إلى بعد مباراة العودة وضمان التأهل، واجتمعنا مرة أخرى قبل مباراة العودة بناء على طلبه، ولم تنجح المفاوضات لأسباب ليست من جانبي، واخترت برحيلي بعد مباراة البنزرتي، وأنني سأبدأ مع أهلي طرابلس بداية من شهر يونيو، ولم أرحل فجأة ولم يصدر مني أي تصرف غير مسؤول كما أعلنت لجنة الكرة، وبرغم توضيح هذه النقاط فإن هناك الكثير الذي أحتفظ به، وكنت لا أنوي أن أتحدث أبدا وأذكر ما سبق، ولكن محاولة تشويه صورتي وتحميلي لكل الأخطاء اضطرتني إلى أن أوضح الأسباب، وليست كل الأسباب وراء رحيلي، وهذا احتراما مني للنادي الأهلي وجماهيره. وأخيرا أرجو أن يعلم الجميع أنني لم أرحل فجأة، وأنني عانيت كثيرا، وأن تصرفاتي كانت دائما مسؤولة، وأتمنى دائما أن يظل النادي الأهلي نادي المبادئ والأخلاق الرفيعة. هذا هو نص البيان. هو بيان أكثر من رائع، رد على ناس كتير جدا مشككين في إخلاص أو حب الكابتن حسام البدري بالنسبة للنادي الأهلي، وهو تولى المسؤولية في فترة صعبة جدا وعانى الكثير جدا في ظل ظروف صعبة مادية على مصر كلها مش على النادي الأهلي فقط لا غير، ويمكن كان اتصالاته بلجنة الكرة ومجلس الإدارة في إن هو موضوع استقطاب لاعبين. إحنا بس عندنا هنا بنجيب بمكالين، عندما كان يطلب جوزيه لبن العصفور كان ينفذه مجلس إدارة النادي الأهلي ولجنة الكرة. نعم. وكنا نتحدث ونقول ونتباهى أن جوزيه قوي الشخصية، ولما حسام البدري يجي يطلب لاعب أو اثنين أو ثلاثة وبعد كده لا ينفذ طلبات حسام البدري ويحقق لقب افريقيا او دوري ابطال افريقيا في احسن مباراه في تاريخ مصر كلها مش النادي الاهلي على ملعب الترجي في تونس ملعب رادس، اعتقد ان ده انجاز دون تحقيق رغبات او طلبات المدرب. وعندما يطلب المدرب مره ثانيه بعض اللاعبين ولا تستجيب لجنه الكوره ومجلس الاداره، هل هو ضعف شخصيه من المدرب ان يترك النادي ام قوه شخصيه؟
اما يعني هي الموضوع الكيل بالمكيلين يا كابتن تامر الموضوع صعب جدا. انا ما بعملش مقارنه بين جوزيه وبين حسام بدري، ان هتبقى مقارنه ظالمه، مقارنه ظالمه لان الظروف تختلف، الامكانيات تختلف، المواد تختلف، الامور الماليه تختلف. ولكن حسام البدري اشتغل او عمل مع النادي الاهلي كمدير فني في ظل ظروف صعبه جدا جدا، حتى في السنه اللي جه بعد كده فيها وكسب دوري ابطال افريقيا. صحيح. وبعد كده لما مشوا بعض اللعيبه او 7 لعيبه، 3 مصابين و3 راحوا اعيروا، اعتقد لو كان مانويل جوزيه هو المدير الفني للنادي الاهلي في هذه الحقبه او في هذا التوقيت، كان مجلس اداره النادي الاهلي او لجنه الكره لن تترك اي لاعب من اللاعبين المعارين. ولكن طبعا لطبيعه او فهم او قرب او حب وعشق حسام البدري للنادي الاهلي وانتمائه ليه، قرر التخلي عن مجموعه لاعبين على امل ان لجنه الكره تستقطب بعض اللاعبين اللي بيطلبوا كابتن حسام بدري للفريق او لتدعيم الفريق للاستمرار، ان النادي الاهلي يكون هو بطل افريقيا القادم. كل الامور دي لو اتحطت في كفه وفي كفه ثانيه اي مدرب اخر، اعتقد ان حسام البدري له كل التقدير والتحيه مننا كلنا جميعا. طبعا هو يعني في جمله بس استوقفتني في البيان، هي جمله يعني تحمل كثير من المعاني، اللي هي اضطرتني ان اوضح بعض الاسباب